سادتي تشيلسي طبعا يا جماعه تشيلسي طبعا يعني باريس سان جيرمان طبعا يا جماعه كانت كاس العالم للانديه. طبعا نتكلم مرحبا بكم على قناة عمر الأهلي، بترحب بكم جدا جدا جدا. النهارده هنتكلم في كأس العالم للأندية المفضلة. يا ريت بس تعمل اشتراك وفعل الجرس واعمل سبسكرايب، ويا ريت عشان نتكلم في حلقتنا النهارده في كأس العالم للأندية، آخر حلقة لنا في كأس العالم للأندية. وطبعا يعني بطولة مهمة جدا 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 النهارده في كأس العالم للأندية. النهارده نتكلم في تشيلسي وباريس سان جيرمان. طبعا شفته امبارح بث مباشر. طبعا البث المباشر كان قوي جدا جدا جدا، وتنفيذ اعلانات، وشكرا لشركه عمر ايجيبت، وشكرا لشركه المتحده الرياضيه. حتى الاعلانات كويسه جدا جدا، والصوت والميكروفونات والاضاءات. شكرا للشركات الكبيره طبعا اللي ساعدتني في التصوير، واللي ساعدتني في حتى احتفال كاس العالم للانديه. النهارده نتوجه بالبطوله كاس العالم للانديه المادة لتشيلسي، وتشيلسي كسب كأس العالم للأندية، هي بطل النسخة الأولى في كأس العالم للأندية ل 2025 في أراضي أمريكية لمدة 4 مواسم. طبعا يعني تشيلسي هتاخد حوالي هتاخد 60 مليون دولار، 60 مليون دولار. طبعا كل مباراة اللي لعبها واللي كسبها، وطبعا التعادل واللي كسب البطولة 42 مليون دولار، والضمهم الفريق اللي يكسب وكذا وكذا في كذا مبلغ كذا كده بتحوش لكأس العالم للأندية. النهارده نتكلم، حلقتنا قويه جدا جدا. حلقتنا نتكلم على مباراه تشيلسي وباريس سان جيرمان. هو بالنسبه لنا يكسب كاس العالم للانديه باريس سان جيرمان، بس لقينا ان تشيلسي كسبت 3-0. قلت لكم امبارح كان في هدف، وامبارح 2-1 هو ما طلعش صح اصلا. الكلام ده جه من المغرب، ما طلعش صح. طبعا توقعاتنا عفينه جدا جدا، بس التشكيله جت صح ليا امبارح من تبع الاداره، بس الاجوان ما جت صح. والله العظيم الاجوان ما جت صح، عشان ما فتحناش اللايف كامل، عشان احنا اصلا ما فتحناش اللايف الشوط الثاني، عشان احنا مش عارفين نعمل ايه في الحلقه دي، مش عارفين نتكلم على ايه النهارده. مش عارف اقول لكم ايه والله العظيم. يعني توصلتوا لي الارقام العاليه جدا. احنا مستنيين كاس العالم مونديال 2029، مستنينا في الطريق، وان شاء الله مستنيين كاس العالم 2026 على الاراضي الامريكيه والمكسيك وكندا الاراضي 4 دول شاركوا في كاس العالم المونديال. شوف منتخب مصر مشارك في كاس العالم المونديال 2026، لسه في تصفيات افريقيه، ولسه بنشوف مين اللي هيتاهل النهائي ومين نشوف مين اللي هيتاهل البطوله. ان شاء الله منتخب مصر يتأهل لبطولة كأس العالم للأندية، كأس العالم المونديال 2026 على الأراضي الأمريكية وروسيا، وعلى أراضي المتحدة الرياضية. وطبعا يعني شكرا للشركات العالمية جدا جدا اللي ساعدتني ان انا اشارك في كأس العالم المونديالات 2026. طبعا كأس افريقيا، وكأس افريقيا وعدت الجديد ونزلت من اول الجديد. ماشي، هنتكلم عن ماتش جامد جدا بتاع تشيلسي جايب من باريس 3-0. وطبعا كان ماتش جامد جدا 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 النهارده. طبعا يعني لعيبه قويه جدا، وافضل لاعب وافضل حارس. طبعا كان افضل لعيبه وافضل هم 3 لعيبه، وافضل لاعب في باريس سان جيرمان، وافضل لاعب في العالم، وثاني لاعب في تشيلسي هو لاعب الثاني، هو خد افضل لاعب في العالم. لا، حارس المرمى بتاع تشيلسي هو افضل حارس لاعب في العالم لمده 4 مواسم. طبعا يعني تشيلسي كان انا مصدوم جدا. تشيلسي تعمل الدرجه دي كده، تعمل الدرجه العاليه. يعني احنا كان عندنا الاهلي عنده كواليتي شويه، بس لقينا تشيلسي كسبت وعنده حماس. احنا مش عندنا حماس. انا قلت لكم في اخر لايف الاهلي مش عنده حماس. الاهلي مش عنده حماس اصلا في البطوله. الاهلي بيفكر في نفسه. الاهلي اللعيبه اللي بيفكر في نفسها بتفكر في نفسها تطلع ازاي. اللعيبه اصلا بتفكر في نفسها دي تتلعب يحترف بره ازاي. كلهم بيحبوا نفسهم، مش بيراضوا الجمهور. احنا هنرجع ايام زي ايام الزمالك، اقسم بالله العظيم. هو اخر فيديو ده انتوا هتسمعوه في الاخر ايام، وهترجعوها تاني وهتسمعوا الفيديو. بس النهارده هنتكلم على باريس سان جيرمان وتشيلسي. تشيلسي طبعا في الشوط الاول كان هجمه جدا جدا وثلاث اهداف، وبسم الله ما شاء الله
يعني اهداف جميله جدا 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 في الشوط الاول. 3-0 في الشوط الاول. الشوط الثاني مفيش ولا اهداف نصيب. انت الماتش كله بتاع الشوط الثاني اصلا بتاع باريس سان جيرمان، والشوط الاول هو ده بتاع تشيلسي اصلا. تشيلسي اصلا الهجمه، وشوط بقى المهاجمه بقى، وشوط الدفاع، وشوط يعني احنا بالنسبه لنا بنفكر في حاجات اصلا مش حاجات اللي احنا بنديها كواليتي شويه. يعني اللعيبه تدي لك حاجه كويسه. احنا بالنسبه لنا اللاعب، الحارس، الدفاع، المهاجم، الخط الوسط، دولت اهم حاجه في الملعب. مناش لاعب، يهمنا الخط الوسط وتشكيله ومباراه تعرف تلعب ازاي، بس ده يهمنا. والوداع لكاس العالم للانديه، كاس العالم 2025، ونستنى كاس انتركونتيننتال مع بيراميدز والاوكلاند سيتي على اراضي مصريه. طبعا بطوله مش هتبقى ارض مصريه، على اراضي قطريه، بس تصفيات والكلام ده هيتلعب على كل ارض نادي. بيراميدز هيتلعب على ارض الدفاع الجوي، هو دي اوكلاند سيتي. طبعا الاهلي وبيراميدز كسبت اوكلاند سيتي. طبعا هتلعب اهلي جده السعودي على ملعب الجوهره المشهوري الاتحاد جده السعودي. النهارده نتكلم على كاس انتركونتيننتال، بطل العالم. شوف مين اللي هيكسب بطل العالم الموسم الواحد. مين هيكسب بطل العالم الموسم الواحد، مش باربع مواسم، ايوه هي موسم واحد. مين اللي هيكسب البطوله؟ شوف مين اللي هيكسب بيراميدز، ومين شوف مين اللي هيكسب اتحاد جده السعودي، ونشوف مين هو اتحاد اصلا مش مشارك. بس في اخبار قويه جدا جدا. في 10 انديه هتشارك في كاس انتركونتيننتال، وناس كتير اصلها بتقول لازم اللي يكسب دوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اوروبا ودوري انتركونتيننتال والكلام ده، وفي بطولات وقارات والكلام ده، وكاس دوري ابطال اسيا وكاس تشامبيونز ليج وكلام وكذا. الناس بتقول الكلام ده اللي هو اصلا ده مش صحيح. هو ده مش صحيح، هقول لكم مش صحيح ازاي. بص، هو بطل افريقيا هو النادي الاهلي، بطل الموسم الجديد هو بيراميدز، بطل الثالث هو الوداد المغربي، وبطل الرابع هو اصلا مش هيشارك في اربعه، ده هم هيشارك في كل دولتين، زي دوري ابطال اوروبا 2، زي افريقيا 2، اسيا 2، اكندوسيا 2، امريكا 2، امريكا الشماليه 2. ابقى كام؟ 10 انديه. طبعا يعني في ناس كتير اصلا بتقول لي انت ازاي كلمت في الموضوع ده، يعني الموضوع ده اصلا لسه ما صرحش من فيفا اصلا. عايز اعرفك حاجه واحده بس، فيفا عبد الله يا مع عمر الاهلي. عمر الاهلي بيجيب الاخبار، مش بنجيب الاخبار من الميديان والكلام وكذا وكذا، مش بطلع واطلع من جيب الميديان اصلا عشان اطلع اقول كلمتين واصلا مش هم صحيح. انا بقول اطلع كلمتين اللي طلعوا على الميديا، اللي طلعوا على قنوات اللي هي قناه ام بي سي مصر، قناه ام بي سبورتس، وقنوات العالميه. انا بطلع بصرح على طول على طول، مش باخد من ناس واحد لسه طالع محتوى جديد ويطلع محتوى ويقول لك ده كذا ومش كذا، ويطلع اصلا كلامه كذب عشان يطلع ياخد المشاهده بس، تاخد اللقطه بس. انا عمري ما اخد الكلام ده، اقسم بالله العظيم عمري ما اخد الكلام ده. خلاص، شكرا لكم على قناه عمر الاهلي. قناه عمر الاهلي بترحب بكم جدا جدا جدا. النهارده موسم جامد جدا. تشيلسي وباريس سان جيرمان كسب النهارده، كسح تشيلسي، كسح باريس سان جيرمان. يا نهار اسود، تكسيح 3-0. اوه اوه، تريمبو بقى والفنتانو، طبعا رئيس فيفا ورئيس امريكا تبع الاتحاد الاوروبي. شكرا. يلا اعمل لك سبسكرايب، اشتراك، وعلى الجرس. انا دخلت في السياسه. يلا يا عم اقفل.